صبح صبح يا استاذ سمسم. صبح صبح مش فندق. ايوه كده، افضل جرب لحد ما تلقط معاك حاجه. عندك اعترافات النهارده؟ انا عندي اعتراف، اه، عندي اعتراف. ارجوك ارجوك، انا احب عندي قوي لحظات اعتراف. الاعتراف دي، بتبقى لحظات العري. اتفضل. واحنا بنتكلم من شويه، انت مش انت شخصيا، بس الحوار فكرني بصديق من ايام الكليه. صديق انا كنت للاسف بعد بقى التخرج والسفر ومش عارف ايه والقصه دي كلها، وكان الكلام ده فيش سوشيال ميديا، فانا ما اعرفش هو دلوقتي فين في حياته. اتمنى ان هو يكون in a very happy place، وان هو يكون سعيد، وان هو يكون مبسوط. كلنا نتمنى له ذلك. بس انا يعني لما برفلكت على علاقتي بصاحبي ده اللي كنت بحبه جدا وما زلت بحبه جدا، انا مش عارف كنت بحبه ليه بصراحه. طب ما تحكي لي عنه شويه، لان ده شخصيه شكلها غنيه بالتفاصيل، لانه انت هقول لك بتحبه بس هقول مش لك عارف بتحبه ليه، فما تقول لي. عرفته ه- ازاي؟ عمل ايه كده يعني؟ ده كان دفعتي في الكليه، كويس، حلو قوي. فانا ما عرفتوش غير لما دخلنا الكليه. تمام. ف وهو كان جاري، تمشي عندي اخر الشارع تدخل يمين شويه شويه كده هتلاقيه على عمارته على اليمين. انا كنت اعرفه لان احنا من نفس الدفعه، وبعد كده دخلنا نفس القسم. فلقيته هو مره جاي بيقول لي هو حبيبي، اي لحظه بتقابله فيها هو في حاله من ثلاثه: هو يا اما نايم، يا اما لسه صاحي من النوم، اوكي. يا اما داخل ينام. هو ما هو النوم شيء اساسي في هو حياته. ده انسان يعني حياته متمركزه حوالين النوم. النوم حلو قوي. ابن ناس جدا، شايف. مش عيب خالص. فهو كان تشوفه الصبح وشه كده، عينيه معمصة، مش عارف ايه بتاع، حالته نيلة. يا ابن الناس ده ما غسلتش وشك؟ يقول لك لا طبعا ما غسلتوش. ايه؟ لا طبعا مغزى، كمان يعني هو شايف ان انت اللي سؤالك يا غريب. ابني قال لك يا ابني طب ما انت تصحى تغسل وشك كده، ايوه، ترش تفوق وشك بشويه وتشيل ميه العماص، فتفوق. ايوه اه. يقول لك لا، ما انا لو غسلت وشي هفوق. يا ده مريض، ده مجنون بقى. لا لا، ده بقول لك هو يعني هو صحي، يعني يا دوب كده هو بيتحرك كده هو عشان مستني اللحظة اللي هينام فيها تاني. يا فده إيه الصورة المبدئية بتاعته ايوه كويس. فهمت، للأسف تخيلت خلاص. الشديد. اه. للأسف الشديد، مسألة ال ان هو بيرفض فكرة ان هو يصحى اي حاجة ليها علاقة بالمية الصباحية دي، هو بيبعد عنها لان هي مش مرفوضة. فبالتالي ما بيستحماش بقى. فبالتالي ما بيغسلش اسنانه. الله، كمان ما مع بيغسلش السنان دي اسنانه. برضو في ايوه. برضو ده بيبقى فيه منت مش عارف ايه فوقك امم. كده ما اعرفش ايه، لا اه، هو مش ما عايزين بي الكلام ده. اه مش عايزين الكلام ده. انت ممكن تقول انه مثلا لا ابن ناس، والله انا مصدقك، انا مصدقك. اعرفه واعرف اسرته ودخلت بيت ناس محترمين جدا وزي الفل، هو كده. فلقيته جالي بيقول لي بص، الكلية بعيدة والبنزين غالي، واحنا طبعا كنا كلنا شحاتين، احنا كان اه معانا عربيات طلبة بس يعني. احنا ما كناش لاقيين اصلا يعني. طلبة كلنا. آه، فقال لي ايه؟ قال لي احنا جيران وفي نفس القسم، فقال لي احنا نخمس يوم انا اسوق عربيتي ويوم انت تسوق عربيتك. منطقي جدا، وكلنا عملنا البلان ده كلام وده زي كلام الفل، سليم. مفيش اي مشكله، كلام طبعا. مفيش راجل فيه بيفهم. اي مشكله. فانا طبعا برضو كحيان ومش لاقي اكل، فطبعا شبطت في الموضوع. اه، فكرة كويس. بس ده معناه ان انا كان لازم احترم الروتين بتاعه. الروتين بتاعه بقى يا معلم ان هو لازم يعني مع كسله ونومه لازم يروح بدري شويه. ليه؟ لانه ليه؟ لازم يعدي على القهوه يضرب حجر على فانت لا. الصبح. اه، الصبح قبل الجامعة، فانت لازم تعدي عليه، ينزل لك بعبل وبقى بعماص وبريحة بقه وبكل الكلام ده، وتسوق بيه للقهوة، وانت مش عايز تقعد على القهوة وتشرب حجر الصبح لانك عايز تروح الجامعة، مضطر تقعد جنبه زي السواق كده لحد ما يعمل الإجراء ده وتروحوا بقى الجامعة. وهو لما يعني سواء هو بيعدي عليا، بياخدني بعربيته بنروح اه بنعدي على برضو. القهوة. اه برضو. سواء انا بعدي عليه بروح، لازم اعدي بدري عشان اروح عشان نحترم الجدول بتاعه. اه، هو ده قهر هيحصل هيحصل. الحمد لله هو كان بيحتاج الحجر ده الصبح، بس ما كانش بيحتاجه لما
واحنا ترجعوا. مروحين، فيروح ياخد حجر معسل. ودي كانت اول مره اسمع المصطلح ده، واحد ميزه بربري سكر بره. ايه؟ انت ما تعرفش؟ واحد ايه؟ ميسا واحد بربري؟ ميزه ميزة. بربري، ميزه بربري سكر بره. سكر بره هي الوحيدة اللي فاهمها. الميزه ده اللي هو الشاي اللي بلبن، ميزة ده الشاي اللي بلبن بلغة القهوجي بلغه يعني. القهوجيه. مم. اه. بربري يبقى شاي تقيل. اه. فواحد ميزه بربري سكر بره ده معناه كوبايه شاي تقيله محطوط عليها لبن والسكر على الجنب. والسكر بره، دي معادلة دي معادله حضرتك. اه معادلة، دي معادلة قوية جدا. فهو ابن الناس ده خريج الجزويت آه. والمهندس المحترم. محترم. آه يدخل كده يعني ايه، يتدحرج كده على القهوه، وانا ماشي وراه، وانا ما اعرفش أنا كنت بعمل كده ليه. انا ما اعرفش كنت بعمل كده، اكيد ما ده حب، ده اكيد تجارب ده حب. تجارب، لا لا، تجربة عايز تعيشها وعايز تفهم، عايز وهو تفهم التركيبة دي رايحة فين. اقول لك واحد ميزه بربري سكر بره، يجيبوا له كوبايه الشاي مش عارف ايه، وانا اخد فنجان القهوه على الريحه بتاعي. ما اتنين عواجيز بقى عندنا 70 سنه. ايوه ايوه، قاعدين على القهوة الساعة مش 8 طلاب الصبح. عندهم 19 سنه ابدا يعني. خالص خالص. يروح ضارب الحجر وكوبايه الشاي، ورايحين بقى على الكليه، لغايه بقى ما هو ينام له شويه في المحاضره مش عارف عشان ايه. الراجل عايز يعدل السلطانية قبل ما يروح يتلقى العلم يا برنس. كان جميل، كان ده جميل جميل. صعب مزاج. و طبعا لان هو عنده فكره ان التعامل مع الميه دي، الميه بتفوق، فهو عنده حساسيه من الميه. فطبعا الهيجين بتاعه كان شويه صعب. مش أظرف حاجة أكيد، أنا لا متخيل. خالص، ما أنا أول حاجة خالص. سألتها لك قلت لك معناها ما بيغسلش أسنانه ووشه يبقى ما بيستحماش. أو اه قليلا نادرا ما هيعمل كده. بس هو الحق يتقال، انا عمري ما شميت له ريحه. ماشي ماشي كويس. ولكن الحمد لله. لا لحظه، أيوه. لانه كان عنده حساسيه وكان بيعطس كتير، أوكي. وعطسته ليها ريحه. إيه ده؟ أيوه امم أيوه عارف أنا ده، لا وحش وحش الكلام ده. يا عطسته كان ساتر. ليها ريحه. طب انا هقول لك حاجه مش هتصدقها. كنت رايح انا واحد زميلنا في الكليه، كنا عندنا معمل. فرايحين المعمل بتاع قسم الكيمياء. وانا لسه داخل المعمل، انا لسه ما دخلتش، فانا ببص لاحمد اللي جنبي بقول له صاحبنا جوه. انت عرفت منين؟ فانا عرفت منين، انا شميت ريحه كميت عطسته. عطسته. شميت عطسته، ده لسه داخل. يعني ايه لسه داخل دلوقتي؟ يا الريحه دي انا لهوي عارفها. ايوه، بس هو انت واحده كده على الباب فهي لسه معبقه الجو. يا نهار اسود يا ساتر يا رب. حبيبي والله حبيبي، انا لغايه وفضلتوا بقول لك صحاب؟ لغايه دلوقتي انا فضلتوا مش صحاب راضي. كتير؟ فضلنا فضلنا اصحاب. ده بالعكس، ده مش بس ان احنا فضلنا اصحاب. هو والده كان متوفي، وانا والدي مم. توفى وانا مثلا في سنه تانية. هو قرب مني قوي، لان بقى فيه كده shared emotional experience. ايوه. ووالدته الست دي، لان انا لما والدي توفى انا كنت عايش لوحدي، تبنتني بقى، اللي هو يعني انا على طول وهاجي اذاكر معاه، وتبعت لي اكل ومش عارف. ولما كان العيد بتاعكم كانت بتعزمني، وصمم لازم اجي. يعني جات لي اوبورتيونيتي ان انا ادخل في المجتمع ده. ولن انسى ان انا، لان انا خلاص بعد كده بقيت معروف في العيله، بس ان انا كان اول مره كان في العيد اكتشاف. انتوا عندكم ما اعرفش اذا كانت دي عيلتهم بس ولا عيلتك، ان في ناس عماله تيجي وتمشي، ناس عماله تيجي وتمشي، ناس ايوه عماله ناس تيجي بتيجي وتمشي. تعايد وتمشي، اه ناس بتيجي تعايد وبتاع. كل مثلا ربع ساعه تلت ساعه حد يجي، زياره تيجي زياره. يجي زياره 5 دقايق. فاللي هو ايه، مش عارف يا ايه يا طنط يا مش عارف مين يا مين بتاع، ففي واحد كده غريب في النص. ايوه يتسرعوا بقى، وده قاعد هنا يروحوا عندكم باصين في كده هو، العيد، اه بيعمل ايه في العيد ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ما يعرفوش ان انا لقيت مش. ايوه ما الناس عرفوش ان انت لماني بس. اه الناس محتضناك، ايوه انت لقيت لمينك من اخر الشارع. فانا كمان بقى دي زودت الكونكشن اللي ما بيننا. الارتباط. مامته كانت بتأذيني جدا، ده يعني انا كان احيانا يبقى هو مش عارف فين بره ما اعرفش ايه بتاع، تكلمني انت فين، انا بقالي اسبوعين ما شفتكش، تعالى سلم عليا.
وكانت عيانه، كانت بتبقى قاعده في السرير، وادخل اقعد معاها على طرف السرير وتقعد طب ايه انت بتاكل كويس؟ هي كانت مهتميه قوي بموضوع اكلي ده. لا بس انا بعد ما حكيت الحكايه دي انا ما اعتقدش ان انت حبك للشخص ده كان بسبب كل البوند وكل الاهتمامات وكل السرد اللي انت سردته لي. امال ايه؟ انت كنت بتحب ريحة عطسته فأدمنتها، فبقيت مش قادر تعيش من غير ريحة عطسته. احيانا بتوحشني، انا لو شميتها دلوقتي اعرف ان هو عدى. هتعرفها من وسط مليون واحد. انا هقول لك حاجه قول لي. عشان تقعيره صغيره. انا دلوقتي وانا بسرد هذه القصه، انا بيتهيألي انا كنت بحترم فيه ان هو راي الناس اللي حواليه كان ما بيمثلوش ثلاثه أي تعريف. حاجة في الوجود اه. هو كان بيعمل اللي عليه مم. بالطريقه اللي هو عايز يعملها، وهو ما كانش بيضايق حد ولا مم. حد ولا بيخلي حد يضايقه. واللي عاجبه عاجبه انا واللي مش مش عايز عاجبه اغسل مش وشي، عاجبه اه. انا مش هغسل سناني، انا هصحى اروح بدري عشان اخد لي الميزه البربري. هو حياته كانت ممشيها زي ما هو عايز. بس برضو نرجع ونقول ان هي ريحة العطسة برنس، هي دي. انت مسوخي ماسوكستك بتحب تعذيب النفس، وانت ادمنت الريحة بتاعت العطسة، ما تنكرش. ماسوشيست بالعربي مسوخي؟ اه. انا ما حدش قال لي. اهو اديني انا جيت بعد 46 سنة قلت لك حبيبي، انه ماسوكستك بالعربي يعني مسوخي. انا ما طلعت هي مسوخي في الاخر، يا نهار اه ابيض. طلعت مسوخي، ومسوخي الاقيه ريحة عطسة زميلك بتاع الجامعة. صبح 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 يا صبح. برنس. صبح صبح.